وداعًا للأمل والسبان بزيت اليانسون. لو بتعاني من الأمل أو السبان في الشعر، أو عندك أطفال بيرجعوا من المدرسة بيهرشوا، يبقى لازم تسمعي الحلقة دي للآخر، لأننا هنتكلم عن وصفة بسيطة وعلاج طبيعي وآمن بزيت اليانسون من غير كيماويات أو أدوية غالية، ومن غير ما تتعبي نفسك، وهتخلصك من الأمل والسبان نهائيًا. طب نعرف الأول إيه هو الأمل والسبان؟ الأمل حشرة صغيرة بتعيش في فروة الراس خاصة مع الأطفال، والسبان هو بيض الأمل اللي بيلزق في الشعر زي القشرة بس أصعب في الإزالة، وبيعملوا حك أو هرش وتهيج، وطبعا إحراج كبير خصوصا للأطفال. وكمان الأمل والسبان معدي، بيتنقل من طفل للتاني، وممكن يعدي برضو أفراد الأسرة. زيت اليانسون بقى بيعمل إيه؟ زيت اليانسون بيحتوي على مركب اسمه الأنيسول، وده بيخنق الأمل ويطرده من فروة الراس، كمان بيهدي الحكة وبيقلل الالتهابات. تعالى أقولك بقى إزاي بتستخدميه. أول حاجة هتغسلي شعر الطفل كويس جدا بشامبو وجففيه بفوطة قطن. بعد كده هتاخدي 3 معالق من زيت جوز الهند، وضيفي عليهم 10 قطرات من زيت اليانسون. 10 قطرات ده يعني تقريبا معلقة صغيرة مليانة. بعد كده تخلطيهم على بعض وتفركي الزيت في فروة الراس كويس جدا، ووصليه لآخر أطراف الشعر، يعني كل الشعر بفروة الراس لازم يندهن. هتغطي الشعر ببونيه أو كيس بلاستيك وتسيبيه 3 ساعات. بعد كده هتسرحيه بمشط ضيق، في مشط كده خاص بالأمل اسمه الفلاية، هتجيبيه وهتتفاجئي بالنتيجة. بعد كده تشطفيه تاني وتغسليه بشامبو، وتكرري الخطوة دي من 2 ل3 في الأسبوع لو الإصابة قوية. اليانسون مش بس علاج، ده حل طبيعي وسهل من قلب الطبيعة، جربيه وهو ريحته حلوة. قوليلي في التعليقات جربتي زيت اليانسون قبل كده، وكانت النتيجة عاملة ايه؟ وشاركي تجربتك في التعليقات، وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة عشان توصلك كل وصفات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية. انتظروني في كل جديد.